يا عمي راح من عندك. قبل دقة الباب يطلع لنا يباوع علينا بالكاميرا. عمت عيني يا عمي. والله هاي صايرة دايرة. عمي دكتور اسعد يموت وما نحضر الدفنة. اي والله انا مثلك ما مصدق. اوف يا عمي اوف. ابويا راحت كان غيبتنا ابويا. البقية بحياتك بنيتي لا تهتمين. احنا اهلك وعمامك كنا يمك، وهذا رجلك انسان مثقف وواعي وما يقصر بنيتي. اشكرك عمو. الحمد لله على كل حال. كان لازم تبلغونا حتى نحضر الدفنة وننصب الشادر. يا عمو كانت وصية الدكتور أن ما نسوي فاتحة على مود الظرف الصحي، يعني تباعد اجتماعي. لا ما نسوي فاتحة شلون؟ والعالم شو تقول علينا؟ لا الطم على وجهي هسه، لك احنا واصلين العالم كلها غير تحكي حكايتنا. اسكت لا حد يحكي. عمي صح اهلنا وعمامنا ما يقبلون، بس ما دام هاي وصية الدكتور الله يرحمه خلاص ما نسوي فاتحة. يا يابا يا ابويا يا يابا، ماما نسوي بشادر فشة من النار. واحنا جايين نحطه فوق الراس. عافية بي. واذا جو عمامك رادوا يدبجون، برايك تحجزي لهم كوفي بالسعدون؟ تحكي وياك دقيقة. صح. لا تفشلون نصب الشادر. 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 عافية عمي عافية. عافية بولدي. بقية بحياتكم اصدقائي. حياتك الباقي يا عمي. ابويا هذا تعرفونه منين؟ فشل اسئله، اخاف يطلع واحد من قرايبنا. عمي يمكن ذولا من ولد عنا من غير ما حافظ سمعوا بالخبر والسجون. عمي زلمتكم مات، والاهل والعشيره هم اللي تنهج حكايتهم. اذا اقطع بكي نزل شادرتك. ايه عمي هو هذا الحكي المعدل والزين. الطم على رجلي هسه، لازم نسوي فاتحة لعد. لا والله ما يصير، بابا ما يقبل وموصي ما يريد. عمو أنت إنسان واعي ومثقف، يعني ما تقبل على هالحكي. دقيقة انت شنو بالع لي ليش صوتك ثخين؟ تقبل يحجون على عمامك، تقبل يقولون عمك ما يدبرها ويسوي فاتحة. اتخسى اترس الشارع شوادر. شلون هذا الحكي؟ اذا اقطع بكي انصب شادر صقيقي. أنتوا تقديركم واحترامكم موجود، يعني مو إلا تسوون فاتحة. من رخصتك استاذ سيميوني، احنا لازم نلعب على الجانب الاضعف. دقيقي صقيقتي المرحوم الله يرحمه كان مداريك ومربيك وكبرك، فلازم رد الاحسان انه تنصبي له شادر وتسوي له فاتحه. صقيقتي اي والله الصراحة هو يستاهل. اذا اقطع بكي انصب شادر صقيقي. هذا يا جماعة الموضوع مو هيك، يعني أنت تتلاعب بمشاعر الناس حتى تستغلهم وتسوي اللي تريده؟ ليش صقيقي جاي صار الحج بحبه الا لو عبر له عن المشاعر؟ عوفك من هذا الموضوع، انتوا عين الشباب تقبلوها على روحكم تمشون بالمنطقه وانتم ما مسوين فاتحه. وين تودون وجهكم من اصدقائكم؟ ايش راح تقعد بالقهوه صقيقي؟ شلون اطب لي القهوة؟ شلون العب دومنة؟ بيا وجهها قفول. اذا موت الدوشيش وانصب شادر صقيقي. هذا منين؟ ما ندري. هذول ما يجون بوسيله اقناع، يراد لهم غير وسيله جديده، يعني فزعه على دفعه على عاطفه وما شابه ذلك يا صقيقي. أرجوك عمي تحسم الموضوع. يا صقيقي الشادر احلى، الميت اللي ما ينصبونه الشادر يعني ما يحبونه اهله. عافية ابني. هيبة الشادر كبيره لو اجوا ناس وهلي، واني لو ميت لي عتوي اذبح له عجلين وطلي. عافية. جيب شادر، سوى منسف، حط مغاسل، 6 قاطع هم بقلبي، خلي كل الناس تاكل. عافية. يلا نسد الشارع، جيب الشادر حب وياي. يلا نسد الشارع، جيب الشادر حب وياي. يلا سجل صقيقي سجل. جيب الشادر حب وياي. هلا يلا نسد الشارع، جيب الشادر. هلا عافية ابني عافية ابني. خلاص نصب الشادر نسوي فاتحة. هذا الكلام غلط.
لا لازم نسوي فاتحه. لا ما يصير يعني ماكو لازم نسوي ها شقيقي، تأجرون كل الكراسي ولا كادر بق؟ فالجدران باقيين عندهم فاتحه الجماعه. يعني وين يسوون فاتحه بالجدر الوسطيه؟ شلون هسه شلون فضوا وياهم؟ خلصنا الكوادر كلها بالمحل. يلا يلا باي باي شقيقي. اقول لك عمي، ابويا انت منين؟ اني محلات حنبو لايجار الكراسي والكوادر الفواتح براس الشارع حنبو. جيت شوي اساعدكم ورزقي يحب الخفيه. يعني انت تريدنا نخالف وصية المرحوم حتى نأجر منك كراسي؟ لا سقيقي، الرزق يحب توثيه كسرها على راسه. شباب جيبوا لي اياه. اصدقائي بلا دحم عليكم، اقطع بجي نزل جلاليق. بالنسبه لابو الدفتر حاسبوه حاسبوه شقيقي.